انت بتبيع لكل الناس، ولكن مش كل الناس العملاء بتوعك فعلا. في الفيديو ده احنا هنتعلم ازاي تقسم الجمهور بتاعك لشرايح صحيحة عشان تعرف تعمل اعلانات وتكسب احسن استفادة من كل فلوس انت بتدفعها في الكامبينز بتاعتك. اول حاجة انت محتاج تعرفها ان الجمهور مش كله كتلة واحدة. يعني ايه مش كله كتلة واحدة؟ يعني ما ينفعش ان انت تتعامل مع كل شرايح الجمهور ان هي كلها ليها نفس الخصائص، بيشتروا نفس المنتج بنفس الطريقة. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة. اول حاجة انت محتاج تعرفها ان انت ازاي هتعرف ايه الفرق ما بين الجمهور بتاعك وتقدر تصنف الناس اللي انت هتبيع لهم المنتج بتاعك. رقم واحد، السن بتاع الجمهور. العمر بتاع الجمهور بتاعك ده بيفرق جدا جدا جدا. طيب بيفرق في ايه؟ بناء على هو عمره قد ايه انت بتعرف تخاطبه ازاي. يعني لو هو شباب صغير، يعني من عمر مثلا 20 سنة لحد 30 سنة، انت هتكلمهم بطريقة. اما لو هو عمر فوق ال 35 او ال 40 سنة لحد ال 50، هو ليهم طريقة تانية. فما بعد ال 50 اكيد طبعا ليهم اسلوب تاني خالص. تاني حاجة انت محتاج تعرفها هو الجمهور بتاعك مين اللي بياخد قرار الشراء، هل الراجل ام الست؟ اوقات بيكون المستخدم شخص واللي بيشتري هو شخص تاني. يعني تعالى ندي مثال مثلا بشركة بامبرز. شركة بامبرز المستخدم مش هو نفس اللي بياخد قرار الشراء. عشان كده دايما بتلاقي اعلان بامبرز فيه طفل، ولكن اللي بياخد قرار الشراء دايما بتكون الام. الطفل في الاخر هو ما يعرفش مصلحته، فهتلاقي في كل الاعلانات هو الطفل موجود في الاعلان، ولكن الام ليها دور كبير جدا داخل الكامبين عشان تاثر على صحه ابنك وان انت تحافظي عليه وكل الكلام ده. فكذلك الجزئيه بتاعه النوع بتفرق جدا جدا جدا، مش مجرد ان انت بتسيب الموضوع رايح لكل الناس. تالت حاجه الحاله الاجتماعيه. فكرة الحالة الاجتماعية بتفرق من كامبين للتانية بشكل كبير جدا. لما انت تعرف الجمهور بتاعك هل هو متزوج او هو خاطب او هو مقبل على فترة الزواج او هو لسه سنجل، هو لسه طالب، حالته الاجتماعية شكلها عامل ازاي، ده بيفسر لك حاجات كتير جدا. اول حاجة بيعرفك ايه هي الاولويات بتاعته. تاني حاجة قرار الشراء بناء عن ايه. تالت حاجة هل في شخص تاني هيشاركه القرار اللي هو هياخده ولا لا، وده هيفرق جدا. زي فكرة اعلان بامبرز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، ان الام بتاخد قرار وممكن الاخت تاخد قرار تاني مختلف. رابع حاجه الدخل بتاع العميل بتاعك. انت لازم تكون دارس وعارف العميل بتاعك هو متوسط الدخل الشهري ممكن يكون قد ايه. مفيش قاعده ثابته، يعني مش كل الناس بتقبض نفس المرتب، ولكن لما انت تعرف مثلا هو حالته الاجتماعيه او هو الظروف المناخيه هو ممكن يكون بيشتغل ايه، بناء عليه انت تقدر تترتب هو بيقبض كام. طب ده هيفرق معايا انا لما اجي اعمل كامبين؟ طبعا هيفرق معاك. طيب هيفرق معاك ازاي؟ هيفرق معاك ان انت تقدر تقول انا ايه العرض المناسب اللي انا اعمله للعميل بتاعي علشان يقدر ياخد قرار الشراء. يعني هل هو صاحب عمل او هو بيشتغل عنده مشروع مثلا، او هو سي او او سي اف او او ايا كان من المناصب الكبيره جدا، ده طبيعي جدا اكون بكلمه بلغه الكاش، ان هو هيشتري الحاجه كاش ويكون عليها كاش باك مثلا او حاجه زي كده، هو هيستفيد من ورا الموضوع ده. اما لو انا بخاطب فئه ممكن متوسطه او تحت المتوسطه، فانا متوسط الدخل الشهري بتاعه ممكن اتوقعه، وممكن اسال جوجل هيطلع لي حاجات كتير جدا ليها علاقه بالدخل الشهري المتوسط اللي موجود في الدوله. بناء عليه انا اقدر ان انا اعمل عرض سعر، وليكن مثلا ان احنا واحده عليها واحده هديه في تقسيط تبع احد شركات التقسيط زي فاليو زي التسهيل زي ايا كان. في الاخر انت هتعرف تطلع اند برودكت اوفر محترم العميل ممكن ياخد قرار شراء. فده بناء على الدخل الشهري بتاعه انت هتعرف حاجات كتير جدا، وهتبيع المنتج وهتقول ازاي للناس ان هم يشتروا المنتج بتاعك. طيب عندنا بعد كده حاجه اسمها التقسيم الجغرافي. التقسيم الجغرافي ده بكل بساطه جدا ان انا بتوقع وبشوف نسبه 80% من الناس اللي حالتهم الاجتماعيه شبه بعض ممكن يكونوا ساكنين فين. يعني انا لو بدور مثلا وليكن على اي كلاس او اي بلس او اي بلس بلس، فانا بدور مثلا على منطقه زي الشيخ زايد، منطقه زي التجمع، مدينه زي مدينتي مثلا، زي حي الزمالك. كل الاماكن دي 80% من اللي ساكنين فيهم حالتهم الاجتماعيه فوق المتوسطه، ويمكن تكون عاليه او اكثر من عاليه. ده هيفرق معايا جدا ان انا عارف الجمهور بتاعي ممكن يكون ساكن فين، فبناء عليه الكامبينز بتاعتي هتكون في المناطق دي. ممكن ابقى قراري في ان انا افتح محل او يبقى عندي ايفنت معين يكون موجود في الاماكن دي بناء على الجمهور المستهدف بتاعي متواجد فين. كذلك من الحاجات اللي احنا محتاجين نكون عارفينها هو اهتمامات الجمهور بتاعتي ايه. حط الاهتمامات ان هو ممكن يكون مهتم جدا بنوع موبايل فلاني، او هو يبقى ابديتد بالموبايلز الجديده، او ابديتد بالعربيات، او هو بيحب السهر، بيحب السفر، هو بيتردد جدا على اماكن ليها علاقه وليكن مثلا بالشراء او الشوبينج او الكلام ده.
حاله العميل بتاعي بيهتم بايه، ايه اهتماماته على مدار الفتره اللي هو موجود فيها. لو انا عرفتها ودرستها كويس، بناء عليه انا اقدر ان انا اخد قرارات صحيحه. طيب كل الكلام ده نظري، احنا هنبدا ننفذ ده ازاي؟ فتعالى اقول لك كام خطوه عملي فعلا تنفذهم عشان تاخد احسن استفاده وتعرف تقسم الجمهور زي ما احنا بنتكلم، فتعمل كامبينز تستفيد بيها 100%. الخطوه الاولى، اعمل سيرفي. سيرفي بمعنى ان انت ممكن تجيب شويه اسئله انت عايز تعرف اجابتهم، زي مثلا هل بتشتروا المنتج ده اونلاين ولا اوفلاين؟ هل انتوا بتشتروه كاش ولا عن طريق تقسيط؟ هل اشتريتوه كذا مره؟ وايه الاماكن اللي انتوا اشتريتوا منها المنتج ده؟ ايه احسن الاماكن اللي انتوا بتتعاملوا معاها؟ ايه المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهكم؟ اعرف كل الاسئله اللي انت هتحتاجها عشان تعرف الجمهور بتاعك، وتقدر ان انت تنزل المكان ده بشكل فعلي. وليكن مثلا تنزل التجمع، تنزل الشيخ زايد، تنزل الزمالك، تنزل مهندسين، ايا كان المنطقه اللي انت عايز تبيع المنتج بتاعك فيها. تبدا تعمل سيرفي، تاخد الورقه بتاعتك دي وتبدا توقف الناس بشكل عشوائي جدا وتعرف منهم الاسئله والاجوبه دي، والناس هتساعدك وهتجاوب عليك بكل مصداقيه، او تبعتها للجمهور بتاعك او الفانز بتوعك، او حتى بعض الاقارب والاصدقاء بس يكونوا صادقين 100% عشان ما يضلولكش بعد كده وانت شغال. فتاخد السيرفي ده، تبقى بناء عليه دي اول داتا حقيقيه، او دي اول داتا حقيقيه انت فعلا هتقدر تبني عليها شويه استراتيجي وشويه افكار. تاني حاجه، انت محتاج تراقب الكومنتس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتك. لازم تعرف العميل ده بيتكلم لغه ايه، يعني هل بيكتب فرانكو ولا بيكتب انجليش ولا بيكتب عربي ولا بيكتب ايه هي اللغه، تعمل انهي اسلوب، هل بيتكلم معاك فورمال ولا بيتكلم معاك فريندلي ولا بيهزر ولا هو حتى مش طايقك. لازم تعرف ايه هي المشاكل وايه هي الايجابيات اللي موجوده كلها من داخل الكومنتس بوكس بتاعك او من الانبوكس، الناس بتبعت لك رسائل شكلها عامل ازاي. رقم 3، تقدر تتابع الحاجات دي من خلال ميتا بيزنس سوت او جوجل اناليتكس. الاثنين دول لو انت عندك ويب سايت، طبعا جوجل اناليتكس هيكون مفيد جدا ليك، تعرف المناطق ومعدل الاعمار والموبايلات اللي مفتوح منها الكامبين بتاعتك او مفتوح منها الويب سايت بتاعك. كل ده هيفرق معاك جدا جدا وانت شغال، فده طبعا هتبقى داتا محترمه جدا ليك. كذلك ميتا بيزنس سوت هتلاقي فيها بعض الداتا تفرق معاك جدا، ايه اللي اكتر الحاجات اللي اتعمل عليها انتراكشنز وشكل الكومنتس وشكل الشير وكل حاجه تعرف تعملها كديتيلز وارقام، فتبني على اساسه ايه اكتر حاجه جابت استفاده. رابع واخر حاجه، ان انت لازم تكتب المشكلات كلها اللي انت شفتها الناس بتشتكي منها. لازم تعرف الناس بتشتكي من ايه، عندهم مشاكل في الشحن، مشاكل في اسعار المنتج نفسه، في طريقه استخدامه، في الكواليتي، في السيرفيس اللي بتتقدم ما حول البراند. كل ده انت لازم تعرفه 120%. لازم تبقى درس كويس جدا. ما ينفعش ان انت تكون داخل على مجال مش عارف ايه المشاكل اللي بتواجه العميل بتاعك جوه، عشان بناء عليه هتحط كل دول في اكسل شيت قدامك او في شيت او ايا كان تكتبهم قدامك، وبناء عليه تبدا ان انت تكتب الاعلانات بتاعتك بشكل صحيح. واحنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنتكلم ازاي تكتب اعلانات صح، وازاي تستفيد من احلى حاجه ليها علاقه بالاعلانات، وازاي الاعلان ممكن بس بطريقه كتابته وبصياغته انت تعرف توصل لاكبر عدد من الجمهور باقل تكلفه وباقل مجهود. بس يا صديقي، وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبعد اذنكم يا شباب شيروا الفيديو ده كتير جدا عشان الشانل ان شاء الله هننزل عليه حاجات تعليميه كتيره جدا، هنستفيد حاجات ليها علاقه بماركتنج وليها علاقه بالبيزنس، وهتفرق معانا كتير جدا. انا محمود حسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.